السلام عليكم، ازي حضرتك عاملين ايه؟ جديد مع بعض فيديوهات نزلت شاطر شقتك. سؤال مهم انصح بيه الناس الافاضل اللي مثلا هتشتغل وهتوضب ومفيش امكانيه انك تجيب مهندس ديكور او حاجه. فايه العوامل اللي اختار عليها الصنايعي كويس؟ اول حاجه ما تسمعش كلام صنايعي يرشح لك صنايعي. ده مبدئيا، لان معظمهم الا من رحم ربي بيرشحوا بعض البعض مصلحه. واحد صاحبه واحد حبيبه من باب المجامله، ومش كده وبس، من باب البيزنس. إن معظم الصناعيه لما بيرشحوا صناعي بيرشح لك صنايعي بيرشحه وياخد منه نسبه فلوس، فبالتالي هو عشان يطلع له فلوس بيزود عليك انت فلوس. دي حاجه في الكواليس ناس كتير ما تعرفهاش، فانا بعرف حضرتك الموضوع ده. فما تاخدش صنايعي من ترشيح صنايعي الا لو انت شفت الصنايعي محترم وحاسس ان هو انسان خلوق وانسان مؤدب وانسان امين. دي حاجه تانيه. طيب ايه العوامل اللي اختار بيها الصنايعي كويس؟ هم بالظبط ثلاث حوامل. اول حاجه يكون حد مواعيده كويسه. رقم اتنين راجل اسعاره كويسه. رقم ثلاثة الفينش بتاعه فينش محترم.